حكايتنا بتبتدي بمصاص دماء اسمه دراكولا، واللي بيكون عايش في مدينة ترانسلفانيا، وبنشوفه وهو راكب القطر مع أصحابه الوحوش، وبيكونوا متخفيين في شكل بشر عشان محدش يعرفهم. ووقتها بيدخل عليهم عالم مجنون وبيعرف الناس إن في بينهم وحوش متنكرة وإنه يقدر يصطادهم بكل سهولة. وساعتها أول ما بيولع عود كبريت الوحوش بتخاف وبتترعب جدا وبينطوا من على سطح القطر، لكن دراكولا وقتها بيقف في وشه وبيقوله إن هزم أهله وجدوده كلهم وهيهزمه هو كمان. وساعتها بتفشل كل محاولات العالم ده في القضاء على دراكولا. وبعد سنين طويلة بنروح لدراكولا اللي بيرتب مع بنته فرح واحدة من قرايبهم الوحوش، وبيكون في الفندق بتاعهم، واللي كانت متوترة جدا ومش عايزة تطلع لجوزها. فساعتها بتقنعها ميفيس إن ده طبيعي جدا وإن كل الوحوش في فرحهم بيتوتروا كده، وكمان بتحكي لها عن باباها دراكولا وإنه حصل معاه كده. وبعدها بنشوف دينيس حفيد دراكولا اللي بيبوظ الفرح بالكلب بتاعه، بس جوني وقتها بيقرر إنه ينقذ الفرح وبيشغل الدي جي وبتبدأ الوحوش ترقص مع بعض. وفي الوقت ده بتقرب واحدة جميلة من دراكولا وبتطلب إنهم يرقصوا سوا، بس دراكولا بيتوتر وقتها وبيهرب منها بسرعة. فبيستغرب أصحاب دراكولا من موقفه وبيقولوله كمان إنه لازم يتخطى وفاة مراته وإنه يعيش حياته، لكن وقتها بيقول لهم إن هو مكتفي ببنته وجوزها وحفيده. وبالرغم من كده لما بيقعد دراكولا لوحده بيحس إن هو وحيد، لكنه في الوقت ده بيحاول إنه يتعرف على ناس جديدة من خلال الموبايل. بس وقتها بتدخل عليه ميفيس فجأة فبيتخض وبيتوتر جدا وبيعمل نفسه إنه بينظف المكان. ولما بتشوف ميفيس الموبايل في جيبه فبيقول لها وقتها إنه بيدور على واحدة تساعده في تنظيف الفندق. فبتفتكر ميفيس إن باباها مضغوط من كتر الشغل، وبيحاول دراكولا وقتها إنه يخبي عليها، فبتقوله إنها متفهمة كتر الضغط اللي عليه. فساعتها بيشكرها وبيخرجها برا الأوضة بسرعة علشان ما تكتشفش الحقيقة. وبعد كده ميفيس بتقرر إنها تعمل مفاجأة لباباها وتاخد العيلة كلها في أجازة عشان يروحوا يسافروا. فبيحاول يقنعها دراكولا إنها تقوله إيه المفاجأة، خصوصا إنه أصلا ما بيحبش المفاجآت. بس ميفيس بتقوله ما يقلقش لأنها مرتبة كل حاجة علشان يرتاح من ضغط الفندق شوية. أما عن دينيس فبيروح يطمن على الكلب بتاعه اللي خده معاه من وراهم. وبعد كده بتوصل عيلة دراكولا للمكان اللي حجزت فيه ميفيس الأجازة دي، واللي بيطلع مثلث برمودا. فبينبهر الكل جدا بالمكان واللي مليان سفن قديمة وغرقانة. وبتبقى ميفيس حاجزة الرحلة بتاعتهم على سفينة سياحية كبيرة قوي وبيستمتعوا جدا بوجودهم عليها. وأول ما بيعرف دينيس إن الحيوانات ممنوعة على السفينة فبيخبي الكلب بتاعه علشان يعرف يدخله. وبيتحمس الموميا جدا عشان بيعرف إن في أنشطة كتيرة ممكن تتعمل على السفينة. فبيقوله دراكولا وقتها إن كل الأنشطة دي ممكن تتعمل في الفندق بتاعه. فالموميا بيعارض كلامه وبيقوله إن الفندق بتاعه مش بيعوم وسط المية زي السفينة. ومرة واحدة بتلمع عين دراكولا وبيدق قلبه لما بيشوف إريكا قبطان السفينة وهي بتستقبلهم وبترحب بيهم كأول رحلة بحرية خاصة بالوحوش. ووقتها بتتخض ميفيس جدا على باباها وبتفتكر إنه بيتعرض لأزمة قلبية، بس في الحقيقة دراكولا بيبقى منبهر بإريكا اللي بتفاجئهم وبتقول لهم إنهم رايحين مدينة أطلانتس المشهورة بالمدينة الضائعة. وساعتها بتقرب إريكا من دراكولا وبتتعرف عليه، بس دراكولا وقتها بيفضل متنح لها وبيتكلم بلغة غريبة جدا. ووقتها أصحابه بياخدوه بعيد عنها وبيفوقوه وبيعترف لهم وقتها إنه معجب بيها. وبعد كده بتبدأ حفلة على السفينة والوحوش بيستمتعوا بالقعدة على السطح. وبيستغرب جدا الديك صاحب دراكولا إن في مكان مخصص للأطفال يلعبوا فيه، وما صدقش إنه أخيرا هيقضي يوم طويل من غير صداع أولاده. ومن الناحية التانية بتدخل إريكا أوضة المحركات وبيظهر وقتها إن جدها بيكون هو العالم المجنون اللي ظهر في أول الحكاية. وبتعرفه إن كان عنده حق إن الوحوش مخلوقات مقززة. وبتعرفه كمان إنها لما قابلت دراكولا لأول مرة كانت عايزة تدمره في ساعتها، بس جدها بيقول لها إنهم لازم يلتزموا بالخطة اللي حطها من سنين بعد اكتشافه إن في قوة دمار قدرت تدمر مدينة أطلانتس كلها، وإنه فضل يدور على المدينة لحد ما لقاها.
وعشان كده قرر وقتها إنه ياخد دراكولا والوحوش ليها ويدور على القوة اللي تقدر تدمرهم هم كمان. وفي الوقت ده بيطلب العالم من إريكا إنها توعده ما تقتلش دراكولا أو تبوظ خطته، بس إريكا بتصر إنها تقتله، لكن كل محاولاتها بتفشل وبيخرج دراكولا منها بخير في كل مرة بتحاول إنها تقتله. وبعد كده دراكولا بيسأل قرايبه عن ردة فعل بنته ميفيس لما تعرف إنه بيحب واحدة غير مامتها، فوقتها بيعرفوه إنها عايزاه تكون مبسوطة على طول وإنه أكيد مش هتزعل من الحاجة دي. وفي الوقت ده بتدخل ميفيس على دراكولا وبتقوله إنها مبسوطة قوي عشان بيقضوا سوا وقت عائلي جميل، وساعتها كلهم بيبدأوا يلعبوا كورة في حمام السباحة. وفي الناحية التانية إريكا بتعلن عن الوصول لوجهتهم الأولى واللي بيكون بركان ضخم تحت المية، وساعتها بتطلب من كل واحد فيهم إنه يجهز عدة الغطس بتاعته علشان يكتشف جمال وروائع البحر. وبيحاول أصدقاء دراكولا يقنعوه إنها معجبة بيه، لكن دراكولا وقتها بيطلع الفكرة كلها من دماغه وبيعرفهم إنه هنا عشان يستمتع بالأجازة العائلية دي. وبعدها بينزل دراكولا وأهله تحت المية يتفرجوا على البركان، وبيكون معاهم مرشد عشان يشرح لهم كل حاجة تخص المكان. وساعتها بتخرج إريكا بغواصة صغيرة على شكل سمكة، واللي بتكون بتدور على دراكولا علشان تقتله، بس السمك وقتها بيتجمع حوالين إريكا وبيحاولوا الوحوش إنهم يتصوروا جنب الغواصة اللي كانت على شكل سمكة على أساس يعني إنها سمكة حقيقية، بس ميفيس بتاخد بالها من وجود إريكا في الغواصة. ومن الناحية التانية بيسمع صحاب دراكولا إريكا وهي بتتكلم عن دراكولا، لكن وقتها بيفهموا الكلام غلط وبيفتكروها إنها واقعة في حبه، فبيروحوا لدراكولا بسرعة علشان يقولوله، وبتسمعهم إريكا وهما بينصحوه يعمل إيه معاها علشان يلفت انتباهها ويظهر لها إنه معجب بيها. وبعد كده بتوافق إريكا إنها تقابله في مطعم مكسيكي بالليل. وعلى الجانب الآخر بيفضل كلب دينيس يشمشم لحد ما بيوصل للعالم المجنون وبيفضل يهوهو عليه، بس دينيس وقتها بياخده وبيبعد بيه بسرعة وهو مش فاهم الكلب بيعمل ليه كده. وفي الوقت ده بتوصل السفينة للجهة التانية اللي هي الجزيرة المهجورة، وساعتها بيعرض دراكولا فكرة على بنته ميفيس إنها تاخد جوزها ويقضوا وقت مع بعض ويسيبوله دينيس ياخد باله منه. بس ميفيس وقتها بتكون قلقانة جدا على باباها وبتروح تحكي لجوزها جوني عن طريقة باباها الغريبة في الفترة الأخيرة، وبتقوله كمان إنها عمرها ما تخيلته إنه يكون مع حد تاني غير مامتها. وبنلاقي بعدها دراكولا مع إريكا وهم قاعدين في المطعم المكسيكي وبيكونوا بيتعشوا سوا. وفي الوقت ده بتقرر إريكا إنها تحط لدراكولا صوص توم كتير عشان يتعب منه، وساعتها بيبدأ يحكي لها عن وفاة مراته وتربيته لبنته لوحده ورفضه للجواز طول فترة حياته. فوقتها بتقوله إريكا إن جدها هو اللي رباها بعد وفاة باباها ومامتها. وبعديها بيظهر ميفيس وجوني اللي بيكونوا مستمتعين جدا على الشط لحد ما يقابلوا ابنهم دينيس، وبيقول لهم إن جده خرج مع إريكا يتعشى بره. وفي الوقت ده بتقرر ميفيس إن هي تروح لهم وتتخانق مع باباها وبتقوله إن المفروض في رحلة عائلية. وعلى الجانب الآخر بنلاقي إن العالم المجنون بيتخانق مع إريكا عشان بتحاول تقتل دراكولا من وراه، فوقتها بيسمعهم صاحب دراكولا ومراته، وأول ما العالم بيعرف إن هم سمعوه بيخدرهم وبيحبسهم بسرعة قبل ما يكتشفوه هو وإريكا قدام دراكولا. وساعتها بتوصل السفينة لوجهتها الأخيرة واللي بتكون مدينة أطلانتس، وبيستمتع كل الموجودين على السفينة بالمكان. وفي الوقت ده بيدور دراكولا على ميفيس، وده لأنه مش عايز يخبي عليها أكتر من كده. وبعديها بتشوف ميفيس باباها وهو داخل ورا إريكا، فبتروح وراه بسرعة علشان تراقبه. فبتدخل إريكا أوضة تحت الأرض لحد ما بتوصل المكان اللي فيه قوة الشر، وبيراقبها دراكولا وبينقذها لما بتدوس على فخ بالغلط، وبتستغرب جدا إن مصاص دماء ممكن ينقذ واحدة بشرية. فبيرد عليها وبيقول لها إن مفيش فرق ما بينهم وهو بينقذ أي حد بيقع في ورطة، لكن في الوقت ده بتختبره وبتدوس على كل الأفخاخ اللي في المكان، لكن في كل مرة بيقدر إنه ينقذها. ومرة واحدة بيتهد المكان بعد ما إريكا مسكت آلة الدمار، فبياخدها دراكولا وبيهرب بسرعة جدا. وساعتها دراكولا بيعترف لها بحبه، بس إريكا وقتها بترفضه وبتقوله كمان إنها مش هينفع تبقى مع حد زيه،
فبيتضايق دراكولا جدا وبيمشي وهو حزين. وبعد كده بتودي إريكا آلة الدمار لجدها اللي بيفرح بيها جدا، وإنه أخيرا هيقضي على كل الوحوش ومنهم دراكولا. وفي الوقت ده بتتجمع كل الوحوش اللي على السفينة عشان الحفلة الراقصة الكبيرة اللي معمولة علشانهم، لكن ما كانوش عارفين إن دي خطة من العالم المجنون. فبتستغرب ميفيس وقتها لما بتعرف إن باباها بيحب واحدة عايزة تقتله. فوقتها جوني بيرد عليها وبيقول لها إن ممكن الحب يجمع ما بين اتنين بعاد عن بعض زيهم كده. فبعد كده بتروح ميفيس لباباها وبتقوله إنها اتمادت شوية وافتكرت إنها هتخسره لما يرتبط بإريكا، بس باباها وقتها بيأكد لها إنه عمره ما هيبعد عنها ولا عن عيلته. ومرة واحدة بيظهر العالم المجنون وإريكا، وبيتفاجئ دراكولا جدا لما بيكتشف إن إريكا تبقى حفيدته. وساعتها بيبدأ العالم المجنون إنه يعزف لحن الدمار، واللي بيصحي وحش بحري ضخم بيظهر من وراه. فوقتها بيطلب دراكولا من كل الوحوش إنهم يهربوا بسرعة قبل ما الوحش يدمر المكان. وفي الوقت ده بيواجه دراكولا الوحش هو وميفيس، بس الوحش ساعتها بيحاول إن يقتل دراكولا. وفجأة بتظهر إريكا اللي بتوصل للوحش وبتنقذ دراكولا، وبتقول لجدها إنه غلطان في حق الوحوش. ووقتها بتتأسف لدراكولا إنها كذبت عليه، وبتقوله كمان إنها اكتشفت إنها غلطانة وبتعترف له بحبها. فبيتضايق جدها منها جدا وبيتعصب جامد وبيصحي الوحش من تاني بالموسيقى. فجوني وقتها بيقرر إنه يشغل موسيقى تانية إيجابية تخلي الوحش يرقص بدل ما يدمر المكان كله. وبيقرر العالم المجنون إنه يعزف المزيكا اللي تقدر تتحكم في الوحش بشكل أعلى. وفي الوقت ده بيحاول جوني إنه يشغل أغنية أقوى علشان يتحكم فيها هو، وبالفعل الوحش بيندمج مع الأغنية. وبيفضل جوني والعالم المجنون يتنافسوا في تشغيل الأغنية لحد ما بيشغل جوني أغنية بيخلي الوحش يستسلم، وبيرقصوا الوحوش كلهم. وفي الوقت ده بيقع العالم المجنون من فوق حاجة عالية قوي، بس دراكولا بيلحقه وبينقذه، وبيقوله وقتها إنه مفيش فرق بينهم مهما اختلفوا في شكلهم. فبيعتذر العالم للوحوش على إنه فضل سنين طويلة يطاردهم، وبيعرفهم إن الرحلة دي كلها على حسابه الشخصي عشان يعوضهم عن كل اللي حصل. وبيرجع بعدها دراكولا وعيلته للفندق، وهناك بياخد إريكا على سطح البيت، وأخيرا بيطلب منها الجواز. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة ومتابعة كل جديد.